السلام عليكم، صلّوا على الحبيب يا حلوين وحطّوا لي لايكات كتير أوي على الفيديو ده. تعالوا نشوف هنعمل إيه، أهم حاجة الصلاة على الحبيب. النهارده بقى هنعمل فطاير سهلة ولذيذة بما إن الجو اليومين دُولة حَر ومش مستحملين أي حاجة، حاجة سهلة وخفيفة ومن غير أي تعب ولا مجهود. اللهم أجرنا من نار جهنم، اللهم آمين. الجو اليومين دول ربنا ي يسترها علينا جميعًا. هنعمل فطاير زي ما أنتم ما شايفين بالشكل والجمال ده كده. حطوا لي اللايكات يا أمارات، مستنيين إيه؟ تعالوا بقى نشوف هنعملها إزاي. معانا نص كيلو من الدقيق، معانا 3 معالق لبن بودرة، ومعانا مع كوبا سوري، معانا معلقة سكر كبيرة ورشة من الملح ونص معلقة باكنج باودر ومعلقة كبيرة هرمية خميرة. تمام. هنقلب المكونات دي كلها على بعضها كده. بعد كده ننزل بنص كوب من الزيت. معانا من مج لمجين مية زي ما انتم ما شايفين كده. احنا حطينا مجين مية. اهم حاجة نعجنها كويس جدا لمدة 5 دقايق بالشكل ده كده، ونسيبها لمدة نص ساعة قبل ما نجهز اللحمة بتاعتنا والخضار بتاعنا. تمام. هنا بقى معانا فلفل الوان اصفر احمر اخضر، ومعانا برضو طماطم وبصل، ومعانا فصين من الثوم، ومعانا لحمة مفرومة. انت ممكن تستبدلي اللحمة المفرومة دي بفراخ، بصدر فرخة ممكن يكون عندك وكده مش عارفة تعملي بيه ايه، تعملي بيه الفطاير دي. بجد سهلة وجميلة جدا. اهو زي ما انتم ما شايفين بنقطعها زي ما انتم شايفين كده مكعبات صغيرة. هنا بقى وانا بخرطها بحاول اعملها شكل جميل على شكل العلم كده. اكيد اللي شاف الحتة دي فهم انا قصدي عايزة اعمل ايه. معانا برضو بصل، وبالشكل ده زي ما انتم ما شايفين. الطماطم بقى هناخد اللي في قلبها، مش هنخرطها كلها، اللي في قلبها نطلعه وهنخرط الطماطم. او زي ما انتم ما شايفين كده. عادي لو مش متوفر فلفل الوان مش مشكلة على فكرة. ممكن فلفل عادي جدا اخضر او اي حاجة انت تحبي تحطيها مش مشكلة. طبعا خرطناهم اهو شايفين ما شاء الله شكل جميل. هنا بقى معانا طاسة على النار، وهنحط فيها معلقة من الزبدة. وأول حاجة بقى هندي تشويحة للحمة عشان بتدي طعم حلو قوي معانا. وبعد كده كان متبقي حتة من الفرخة عندنا حطيناها برضو مش مشكلة. بعد ما شوحت اللحمة حطيت الفراخ عليها، وبعد كده نزلنا بالبصلة هنقلبها تقلبتين كده. وبعد كده هننزل ببقية المكونات اهو زي ما انتم ما شايفين كده. الخلطة دي بجد بتبقى طعمها رهيبة وسهل كده ولذيذ. نزلنا بالفلفل الألوان. وممكن لو ما عندكش عيش ومحتارة تعملي ايه، تعملي العجينة بالشكل ده كده زي ما عملت معاكي بالظبط. هتبقى منها فطاير محشية ومنها هي عاملة زي العيش. نزلنا بفلفل اسود كمون بابريكا كزبرة ملح زي ما انتم ما شايفين كده، ومكعب مرق ماجي اختياري. هنا بقى كنا العجينة اختمرت معانا، وزي ما انتم ما شايفين قطعناها كور كده بالشكل كده زي ما انتم ما شايفين. هنفردها كويس جدا بس عشان كنت مستعجلة بس طلعت برضو جميلة جدا. كنت بعملها على طول. حطينا طبعا الخلطة فيها، وحطينا جبنة موتزاريلا مشكلة، موتزاريلا على رومي وفلفل وزيتون مخلي. بجد الزيتون برضو بيدي طعم جميل قوي.
أهو زي ما أنتم شايفين بنلفّها من الأجناب كده وبنقفّلها كويس جدًا، في صينية مدهونة معلقة من الزيت وهنرصها بالشكل ده كده، بجد حاجة سهلة وجميلة جدًا، وما بتاخدش وقت على فكرة ولا بتعمل معاكِ مواعين ولا أي حاجة كتير، حاجة سهلة وبسيطة. وخفيفة على قلوبنا بمناسبة الحر ده، زي ما أنتم ما شايفين أنا باعمل بالشوكة كده عشان ما تنتفخش معايا، دهناها دهنة من البيض خفيفة خالص، وحطينا الموتزاريلا دي بتدّي شكل وطعم جميل أوي، حطوا لي لايك.